السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عالم خنساء. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وفي تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوى بدون فرن، كتجي لذيذه ومعلكه وسهله وسريعه في التحضير وبمكونات جد بسيطه، وكيجي شكلها راقي كيف كتشوفوا. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الطبقه الاولى غادي نحتاجو 300 غرام ديال الكاوكاو اللي غادي يكون محمر ومقشر ومطحون جيدا على هذا الشكل هذا، و200 غرام ديال البسكوي اللي مطحون. انا استعملت ماريا، كاينين بزاف ديال الانواع ديال البسكوي بحال هيرنيس وصابلي اللي بنكهه جوز الهند، واحد ساشي ديال الفاني والعسل ممكن تعوضوه بنسلي الا بغيتو، ومعلقه كبيره ديال الزبده مذوبه. غادي ناخدو اناء، غادي نعملو 200 غرام ديال البسكوي و 300 غرام ديال الكاوكاو، واحد ساشي ديال الفاني، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، وغادي نخلطو الكل حتى كتندمج لنا العناصر مع بعضياتها. عاد غادي نضيفو العسل بشويه بشويه حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. كيف كتشوفوا معايا هكا خاصها تكون العقده. وبالنسبه للعسل انا ما درتوش كامل، هادشي اللي شاط ليا منه. خديت بلاطو عملت عليه الورق ديال الطهي وحطيت عليه هاد الاطار كيف كتشوفوا معايا، ودابا غادي ناخذ ديك العقده غادي نسرحها باش تاخذ لينا الشكل ديال الاطار. من بعد غادي ناخدو معلقه باش نقادو بها السطح. بالنسبه للمقادير ديال الطبقه الثانيه غادي نحتاجو 1 لتر من الحليب، 200 غرام من الشوكولاته السوداء، 4 معالق كبار ديال النشا او مايزينا، 3 معالق كبار ديال السنيده، واحد فلون بنكهه ديال الشوكولات. غادي ناخدو اناء، غادي نعملو 1 لتر من الحليب، غادي نزيد عليه 4 المعالق ديال المايزينا، و3 المعالق ديال السنيده، وواحد ساشي ديال الفلون ديال الشوكولات، وغادي نخلطو جيدا. وغادي نوضعهم فوق النار وكنستمر في التحريك حتى كيعقد لينا الخليط. من تشوفوها بدات كتغلي وبدات تدير دوك الفقاعات غادي نخليوها 1 دقيقه مع التحريك المستمر، عاد نزولوها من فوق النار. عاد غادي نضيف ليه 200 غرام ديال الشوكولات ونخلطو مزيان باش يذوب لينا الشوكولات.
وغادي نخويه مباشره فوق من الطبقه الاولى وندخلها للثلاجه باش تبرد وتشد في راسها. ودابا غادي نحاول انني نزول هذا الاطار غير بشويه غير بالمهل. وخديت هاد الكريطنات اللي كيتباعوا عند كاع اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، وهي باش خديت القياس عليها. ودابا غادي نبدا نقطع. من بعد غادي نحط دوك القطع على ديك الكريطينه. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى من بعد ما زينتها. وانتم كيبقى لكم الاختيار في طريقه التزيين. الصراحه هاد الحلوى كتجي لذيذه ومعلكه كيف ما شفتوا معايا، ما كتحتاج لا مجهود ولا وقت ولا مقادير كثيره. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وحبابكم، واشتركوا في القناه باش تدعموني وايضا باش توصلوا بكل ما هو جديد. الى اللقاء.